في الفيديو ده هنتكلم عن السيتنجز تاب او التاب بتاعت اعدادات الوردبريس، ودي هتبقى مهمة عشان احنا فعلا على مدار الكورس هنروح لها كتير وهنستعملها كتير جدا. وزي ما انت ما واخد بالك التاب دي كبيرة شوية، عشان كده السيتنجز تاب هتبقى متقسمة على فيديوهين، بارت 1 وبارت 2. يلا بينا نبدأ في الفيديو. هنروح للداشبورد بتاعتنا اللي احنا دايما متعودين عليها. وقبل ما اخش في التاب بتاعت السيتنجز لازم تعرف حاجة. فاكر لما قلتلك في الفيديو بتاع اليوزرز ان في شوية حاجات انا هتجاهلها مؤقتا لحد ما يجي دورها؟ الكلام ده هيحصل كتير قوي وفي كذا سب تاب من التاب بتاعت السيتنجز، عشان فعلا يعني انا عايز اقول لك على مدار خبرتي اللي فاتت دي كلها، في حاجات لحد دلوقتي في السيتنجز انا عمري حتى ما قربت لها خالص. ففي شوية سيتنجز احنا مش هنستعملها. انا هقول لك المفيد وهقول لك برضو حاجات تانية ممكن تحتاجها قدام او ممكن تحتاجها للمشروع بتاعك. هنروح للسيتنجز. طبعا خلاص انت اتعودت اللي احنا لو دوسنا على السيتنجز هنا هتودينا على اول سب تاب ليها وهي الجنرال. تعال ندوس على السيتنجز، هيودينا للجنرال تاب. ونبدأ هنا الشرح بتاعنا. السايت تايتل والتاج لاين. طبعا انت لو فاكر الفيديو بتاع الكاستمايز كويس، هتفتكر اللي انت السايت تايتل والتاج لاين دول انت شفتهم قبل كده، صح؟ ايوه انت صح. تعال نروح كده للكاستمايز. ركز كده في السايت تايتل والتاج لاين. وحتى هتفتكر في الفيديو بتاع الكاستمايز قلت لك اللي هيبقى فيه مكان تاني في السيتنجز احنا اصلا هنعدل منه السايت تايتل والتاج لاين. لو رحنا للكاستمايز ورحنا للسايت ايدنتيتي ودوسنا عليها هنلاقي السايت تايتل والتاج لاين موجودين هنا، عشان برضو تبقى ايه يعني عارف ان ممكن تتعدل من هنا ومن هنا، بس انا دايما بعدلهم من هنا. وطبعا انت لو شفت فيديو الكاستمايز هتعرف ايه السايت تايتل وايه التاج لاين دول. خلاص بقى انت ايه بدأت تبقى حد فاهم الورد بريس شغال ازاي. الورد بريس ادرس يو ار ال والسايت يو ار ال. بص، هي الاتنين دول يعني هما مفروض دايما في اي موقع بيبقوا زي بعض، الا في حالات خاصة قوي اللي انت عايز تخلي الورد بريس يو ار ال نفسه على لينك او في دايركتوري معين في الاستضافة، والسايت نفسها الموقع نفسه مش ملفات الورد بريس، الموقع نفسه يبقى فيه يو ار ال تاني. دي حاجة ادفانسد قوي ومش هتستعملها قوي، ودي يعني احنا بنلجأ لها تحديدا في الديباجنج او في السكشن بتاع الديباجنج. اللي انت مثلا لما هتنقل الموقع بتاعك على دومين، في بعض الحالات هتلاقي ان الووردبريس لسه ما جددش اللينك ده، فمثلا الموقع بتاعك هيبقى اسمه احمد دوت كوم، وهو هنا في الووردبريس يو ار ال والسايت يو ار ال هتلاقي اللي هو اسمه احمد دوت لوكال، كانه لسه شغال على لوكال وانت رفعت موقع على دوت كوم. فطبعا هيحصل كونفليكت وهتلاقي الموقع بتاعك واقع. بس دي حاجه احنا هنرجع لها يعني في السكشن بتاع الديباجنج تحديدا. الادمنستريتور ايميل ادرس. ده الايميل اللي انت بتعمل له سيت اب عامه في اول في برنامج بتاع لوكال دبليو بي لما بيقول لك دخل الايميل بتاعك. يعني والسيت اب ده لو انت بتعمل سيت اب للورد بريس كورد بريس بقى انستليشن الاصلي، برضو بيقول لك هات الادمن ايميل بتاعك. بس يعني انا عايز اقول لك الادمن ايميل ده هو مهم جدا، عشان ده الايميل الرئيسي بتاع الادمن اللي بيجي عليه كل النوتيفيكيشنز. في بلجنز اتعمل لها ابديت، في سيمز اتعمل لها ابديت، الوردبريس نفسه اتعمل له ابديت. مثلا في رساله جت، في كومنت اتعمل، في حاجه اتشالت، في حاجه جت، في حاجه راحت. يعني اي نوتيفيكيشن او اي كبيره او صغيره بتحصل في الوردبريس بتيجي على الايميل ده. فالايميل ده لازم تبقى دايما عارف او ليك اكسس عليه، عشان هو مهم جدا وهيجي لك عليه كل النوتيفيكيشنز. الممبرشيب anyone can register. يعني ايه الكلام ده؟ انت لو عندك مدونة وعايز ان اليوزرز يعملوا ساين ان، او يبقى فيه الميزة بتاعت اللي اليوزر يخش يعمل ساين ان او ساين اب في الموقع بتاعك، بمنتهى البساطة بتعمل له anyone can register. يعني اي حد عايز يسجل في الموقع يبقى ليه يوزر نيم وباسورد او حساب يعني على الموقع. يعني الميزة دي لو عملتها او عملت عليها شيك كده، ده معناه ان اي حد ممكن يسجل في الموقع. النيو يوزر ديفولت رول، يعني اول ما اليوزر بيسجل ايه هي الرول اللي بيجي بيها؟ باي ديفولت اللي بيظهر هنا هو سبسكرايبر. ممكن تخليه كونتريبيوتور، بس يعني انا ما انصحش خالص اللي انت تخليه رول اكتر من السبسكرايبر. انت بتخلي اي حد يسجل في الموقع الديفولت رول بتاعته اللي
بيتعمل لها اساين ليه تبقى سبسكرايبر. طبعا مش عايز حد يبقى ذكي ويخليه ادمنستريتور، يعني تخيل كده اي حد بيسجل في الموقع يبقى ادمنستريتور، يعني مثلا ايه، انت سوبر ادمنستريتور وفي تحتك 50 ادمنستريتور كمان. يعني ده اوبشن انا مش فاهم هو موجود ليه بصراحة، يعني اوبشن غريب شوية، هو اوبشن ترول اكتر ما هو ما اوبشن بجد يعني. بس لو هنتكلم على ايه لازمة دي، قدام شوية او يعني في فيديو من الفيديوهات في بلجن اسمها رول ووردبريس اديتور او ووردبريس رول اديتور. البلجن دي بتعمل ايه؟ البلجن دي فكرتها اللي هي بتعمل كاستم رولز، وكل رولز بيبقى ليه صلاحيات معينة. فانت ممكن قدام مثلا لو انت بتعمل فكرة مدونة كرييتيف شوية، او عايز مثلا تعمل رول لليوزرز الجداد دي يبقى ليها صلاحيات معينة ممكن تعملها. يعني مثلا ايه، تسمي الرول دي كاستم يوزر رول، تمام؟ الرول دي ليها صلاحيات معينة، فتخلي للنيو يوزر ديفولت رول هنا تخليها الكاستم رول اللي انت عملتها. بس دي حاجة ممكن هنرجع لها بعدين، يعني مش دلوقتي. السايت لانجوج يعني دي حاجة شرحة نفسها، اللغة بتاعت الموقع ايه. وخلي بالك دي غير اللي كانت في اليوزرز في البروفايل. لو انت مركز وفاكر اللانجوج هنا انت بتغير اللغة ليوزر واحد، اما خلي بالك انت في السيتنجز هنا انت هتخلي اللغة تتغير للموقع كله باليوزرز. يعني مثلا اي حد، لو احنا مثلا خليناها مثلا اي لغة تانية، الماني مثلا، اي حاجة، فاي يوزر هيسجل جديد في الموقع هيتعمل له اساين على طول للديفولت لانجوج بتاعته هتبقى الماني، لحد ما هو ما يروح للبروفايل ويغير اللغة بتاعته. التايم زون دي يعني هنا بقى دي حاجات يعني مش محتاجة شرح. التايم زون ايه، انت عايز تخلي التايم زون بتاع الوردبريس بتاعك ايه. الديت فورمات ايه لازمة الديت فورمات دي؟ الديت فورمات دي هي بيبقى ليها حاجة في اليو اي شوية او في واجهة الموقع، اللي انت مثلا لما تشوف في المدونة، يعني مثلا لو جينا هنا نروح للموقع هتلاقي اللي التاريخ بص بيبان ازاي، اسم الشهر واليوم والتاريخ او السنة اللي نزلت فيه. تعالى كده نروح للداشبورد تاني ونخلي مثلا الديت فورمات يبقى كده، اليوم بيبقى هنا، الشهر بيبقى هنا، والسنة بتبقى هنا، تمام؟ عشان برضو تفهم دي بيبقى تأثيرها ايه على الموقع. وتعالوا نروح للداشبورد تاني، بص هنا التاريخ اتغير ازاي. فدي الديت فورمات، دي اللي بيظهر بيها الفورمات بتاع الديت في البوستات عامة. يعني اعتقد الفكرة وضحت وفهمت هي بتعمل ايه على طول. بس يعني انا دايما بنصح اللي هي ايه تبقى الديفولت الشكل ده بيبقى اشيك ومفهوم اكتر، تمام؟ ونفس الكلام التايم فورمات، انت عايز الوقت بيبقى عامل ازاي. طبعا لو انت فاهم في الفورمات بتاع الورد بريس وازاي اللي انت تعمل كاستم فورمات فانصحك بده. لو انت مش عارف ازاي بتعمل ده فممكن تشوف الدوكيومنتيشن، هسيب لك اللينك في الريسورسز بتاعت الفيديو. حلو. وهنا الويك ستارتس اون مانداي، طبعا دي بتختلف من ثقافة لثقافة. يعني مثلا احنا اغلبنا عارفين اللي مثلا اغلب يعني الناس عارفة ان الاسبوع بيبدأ من يوم السبت او يوم الاحد. لا هم عندهم بره كثقافة أجنبية إن الأسبوع بيبدأ من يوم الاثنين، حتى تلاقي دايما إن بداية الأسبوع عندهم من الاثنين، تمام؟ فيعني دي حاجة أنا مش عارف ممكن أنت تستفاد بيها في المشروع بتاعك كورد بريس ولا لأ. بس يعني أنصحك اللي أنت تسيب كل السيتنجز دي زي ما هي، عشان انت يعني مش هتحتاج اللي انت تغير فيها قوي. وطبعا بعد ما بتخلص كل الحاجات او كل التعديلات اللي انت محتاج تعملها هنا، بتيجي هنا وتقول له save changes. تمام، نروح للسب تاب التانية وهي الرايتنج. في جزء كامل احنا نتجاهله في الرايتنج وهو البوست فيا ميل. يعني صدقني ده احنا لا هنستعمله دلوقتي ولا هنستعمله قدام، بس يعني هو مؤجل مؤقتا لحد ما يبقى ليه استعمال، وساعتها في الفيديو بتاعه نبقى ممكن نشرحه بالتفصيل. بس اهم حاجة في الرايتنج سيتنجز واللي انت ممكن فعلا تحتاج تغيرها وهي الديفولت بوست كاتيجوري. في ناس كتير ما بيعجبهاش ان الديفولت بوست كاتيجوري اسمه ان كاتيجورايزد. يعني مثلا في ناس لو انت مثلا عامل مدونة وبتهتم بقى بتفاصيل التفاصيل، فانت مثلا عاوز ان اي بوست ينزل
وما يكونش ليه كاتيجوري معين او انت مش عارف تصنفه. مثلا يبقى في ديفولت كاتيجوري اسمه اذر او اذرز، او يعني حاجات متنوعة، حاجة زي كده، مش اسمه ان كاتيجورايزد اللي هو بدون قسم خالص، يعني شكلها ما بيبقاش احسن حاجة. فانت ممكن يعني لما ناخد الفيديوهات بتاعت البوست اللي انت تعمل هنا كاتيجوري مثلا تسميه اذرز، تمام، وتقول له هنا اد نيو، تمام. ده كده هنخليه هو ال الديفولت كاتيجوري. تعالوا نرجع هنا ونروح السيل رايتنج، هتلاقي هنا اللي احنا ممكن نخلي ان الديفولت بوست كاتيجوري بتاعنا اسمه others مش uncategorized. ده بيبقى شكله احسن في يعني ده بيبقى شكله احسن كمدونة، تمام. ده كده بالنسبة للسب تاب بتاعت الرايتنج. نيجي بقى لتاب يعني مهمة جدا، وانا شايفها يعني هي تاب مؤثرة جدا في التاب بتاعت السيتنجز الرئيسية، وهي الريدنج. دي معلومة عايز اقولك عليها، ان دايما واحنا بنعمل اي موقع ووردبريس جديد، لما نبدأ بقى نطبق ونعمل بقى مواقع بجد وحاجات بقى متقدمة شوية، هيبقى فيه عارف اللي هو ايه، شوية بديهيات او شوية اساسيات لازم نعملها في البداية، او يعني شوية زي ما تقول ايه طقوس كده، لازم اول ما ننزل نسخة ووردبريس جديدة نعمل الحاجات دي. من ضمن اهم الحاجات دي، وهي حاجة فعلا يعني بتعمل فرق كبير جدا، وهي الهوم بيج ديسبلايز ايه. لما نيجي نعمل مواقع تعريفية لشركات مش مدونة، خلي بالك وهقول لك ايه الفرق ما بين الاتنين وليه اخترت تحديدا المواقع التعريفية. هتلاقي اللي دايما الووردبريس اللي بيظهره لك هي المدونة. يعني دي مدونة، خلي بالك احنا دلوقتي احنا مش في اي صفحة. الووردبريس باي ديفولت هو اصلا اتعمل للمدونات. فاللي احنا فيه ده دلوقتي اللي انت شايفه ده اللي ظاهر لك البوست بتاع هالو وورد، دي الديفولت بلوك بتاعت الوورد بريس، يعني دي مش اي صفحه. بس احنا لما نيجي بقى نعمل مواقع تعريفيه، عشان كده جبت لك المثال ما بين مدونه وما بين موقع تعريفي. المواقع التعريفيه بيبقى فيها يعني كديفولت صفحات بتبقى الرئيسيه من نحن تواصل معنا والكلام ده. فاحنا هنعمل صفحة اسمها الصفحة الرئيسية. هتلاحظ ان انت لما تعمل الصفحة الرئيسية دي وتشتغل عليها وتيجي تكتب اسم الدومين بس، يعني احنا لما مثلا تخيل معايا اللي احنا عندنا دومين اسمه احمد عزيز دوت كوم. احمد عزيز دوت كوم ده من غير اي تفرعات لما تيجي تفتحه مفروض يفتح لك الهوم بيج، صح؟ لا، هتلاقي ان من غير السيتنجز بتاعت الريدنج اللي هو بيفتح لك المدونة مش الصفحة الرئيسية. عشان تخش على الصفحة الرئيسية الدومين لازم تكتبه كده احمد عزيز دوت كوم سلاش هوم بيج. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين اول ما اليوزر يكتب احمد عزيز دوت كوم يفتح له الصفحة الرئيسية، وهنا يجي الدور بتاع الريدنج سيتنجز او الهوم بيج ديسبلاي ايه. بص هنا تلاحظ كاتب لك ايه your latest posts، هنا قصده المدونة الديفولت. احنا مش عاوزين كده، احنا عايزينها تبقى static بيج، وهنا بنخلي ان الهوم بيج بتظهر لك صفحة، وهنا البوست بيظهر لك بقى الصفحة بتاعت المدونة اللي انت هتظهرها بالشكل اللي انت عايزه، تمام. خلي بالك السيتنجز دي مهمة جدا 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 تحديدا ده. يعني انا من رأيي ان الهوم بيج ديسبلايز السيتنجز ده المكان ده والبيرمالينكس، وهنرجع لها بعدين، هم تقريبا اهم حاجتين في التاب بتاعت السيتنجز. هنا بقى في شويه سيتنجز ثانيه. البلوك بيج اللي هي الديفولت اللي احنا لو جينا لها كده اللي هي دي بتظهر لك كام بوست في الصفحه عشان يبقى فيه باجينيشن، وانت طبعا اكيد خلاص عرفت يعني ايه باجينيشن. يعني مثلا ممكن تظهر في الصفحه الواحده 10 بوستات، 20 بوست. ده settings مش هنستعمله كتير، هنتجاهله مؤقتا. for each post in a feed include full text ولا excerpt، دي طبعا حاجة هنفهمها اكتر لما نروح للفيديو بتاع البوست. وهنا السيرش انجن فيزيبيليتي. في ساعات ناس بتبقى عاملة مواقع يعني هي مواقع برايفت اكتر، يعني مش عايزة ان محركات البحث آه مش عايزة محركات البحث تعمل لها اندكس، يعني مش عايز يبقى فيه ارشفه، يعني مش عايز مثلا لما يبحث عن الموقع بتاعه باسمه يظهر في محركات البحث. يعني ده سيتنجز طبعا كاستم، ده بيبقى على حسب المشروع بتاعك ايه متطلباته، او هو عايز ايه يعني
كهدف من المشروع. ممكن تبقى عامل الموقع عايز اللي محركات البحث تعمل اندكس للموقع، ممكن تبقى عامل موقع تاني فكرته اللي هو مش عايز يتعمل له اندكس. طبعا يعني لما بتعمل كده ده بتقول له اللي هو ايه، لا انا مش عاوز محركات البحث تلقط الموقع بتاعي. ودي بيبقى ليها تأثير كبير جدا في الاس اي او يعني لو انت عملتها. ولا قدر الله طبعا لو انت عملتها بقى ونسيتها، دي بتبقى مشكلة. اللي هو تيجي مثلا في جوجل سيرش كونسول وانت بتعمل اندكس للموقع بتاعك، تلاقي ان في كمية ايرورز مش طبيعية، وهتقعد تلف حوالين نفسك، وفي الاخر هتكتشف اللي انت عامل السيتنجز ده شيك ونسيه. السيتنجز ده بيمنع محركات البحث اللي هي تعمل اندكس للسايت بتاعك وتارشف الموقع بتاعك على محركات البحث. بس احنا ده دايما بنسيبه كده. وفي بعض الحالات النادرة السيرش انجنز هي بيبقى ليها التحكم في الموضوع ده، يعني سواء انت عملت شيك او عملت انشيك ساعات برضو ممكن يارشف لك الموقع بتاعك، بس ده في بعض الحالات النادرة. طبعا بعد ما بتخلص اي حاجة بتقول له هنا save changes. انا هكتفي لحد كده في الفيديو ده، البارت 1 بالثلاثه سيتنجز دول ومهمين جدا. وفي الفيديو الجاي هنكمل الاربعه سيتنجز الاخرانيين او الاربعه السب تاب الاخرانيين. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه في البارت 1 عن التاب بتاعت السيتنجز. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل البارت 2 بتاع السيتنجز تاب.